هلوز، عاملين ايه يا اصدقاء؟ السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقه السادسه من سلسله احصائيات وارقام لاعبين النادي الاهلي. نخش في الحلقه. النهارده معانا لاعب من ريحه الجيل الذهبي، واحد لعنه الاصابات حولته من اعلى كواليتي للاعب بيتصاب اكتر ما بيلعب، ومستواه بقى متذبذب احيانا، لكن نقدر نقول ان هو صخره دفاع وايقونه في الدفاع واسم له مكانه في النادي الاهلي. احد كباتن النادي الاهلي الحاليين، ولولا لعنه الاصابات كان هيبقى اكتر لعيب شارك في عدد مباريات مع النادي الاهلي. لاعب بينافس انديه عندها مئات السنين بالبطولات اللي هو واخدها مع الاهلي. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ لاعب ممكن يخطئ بعض مرات لكن محدش معصوم من الغلط، لكن الحقيقه انه ما بخلش عن النادي الاهلي بنقطه عرق. ايوه، هو رامي ربيعه. رامي ربيعه او رامي هشام عبد العزيز مصطفى ربيعه، من مواليد الدقهليه 20 مايو 1993، عمره الحالي 30 سنه. اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ النشأة: رامي ربيعة واحد من أبناء النادي الأهلي، وكان بيلعب في ناشئين النادي الأهلي. تم تصعيده للفريق الأول سنة 2011. عنده تجربة احترافية مع سبورتنج لشبونة اللي انتقل ليهم في 2014، وقضى معاهم موسم واحد بس عشان يرجع لبيته من تاني النادي الأهلي في 2015. المباريات: لعب رامي ربيعة مع النادي الأهلي إجمالا في البطولات الرسمية خلافا عن البطولة العربية أو الماتشات الودية والحاجات التانية دي 247 مباراة، حصل فيهم على 25 كارت أصفر وحالة طرد. سجل في ال 247 مباراة دول 15 هدف وصنع 3. تعالوا نقسم المباريات والأهداف. رامي ربيعة لعب مع الأهلي في الدوري 145 مباراة، سجل فيهم 10 أهداف وصنع 3. وفي افريقيا لعب مع الاهلي 64 مباراه، سجل 3 اهداف. وفي كاس مصر لعب 18 مباراه، سجل هدف. وفي السوبر الافريقي لعب 4 مباريات وسجل هدف. وفي السوبر المصري لعب 3 مباريات. وفي كاس العالم للانديه 7 مباريات. وفي كاس الرابطه مباراه. وفي الكونفدراليه 5 مباريات. البطولات: رامي ربيعه اكتر اللعيبه الحاليين حصولا على بطولات مع النادي الاهلي. بعتذر، الفيديو اللي فات كان حصل خطأ لغوي، قلت ان محمد هاني اكثر اللعيبه الحاليين حصولا للبطولات، لكن في الحقيقه ان هو في اللعيبه الحاليين هو رامي ربيعه برصيد 24 بطوله، منهم بس 5 دوري ابطال افريقيا، زائد 7 دوري، زائد 6 سوبر مصري، زائد 3 سوبر افريقي، زائد 3 كاس مصر، ده غير 2 برونزيه كاس عالم. رامي ربيعه احد كباتن النادي الاهلي الحاليين، واللي باقي من ريحه الجيل الذهبي. قدم ثنائيه مع حجازي في 2016 لا يمكن تتنسي. لاعب لو شارك باذن الله في كاس العالم للانديه الموسم اللي جاي هيبقى اكتر لاعب في التاريخ مشاركه في كاس العالم للانديه برصيد 7 مشاركات، ارقام قياسيه هيحطمها رامي ربيعه. بنتمنى لك التوفيق يا كابتن رامي في اللي جاي، وان شاء الله مزيدا من النجاح مع نادينا الحبيب النادي الاهلي. واخيرا وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه دي ما تبخلش علينا باللايك والشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقه الجايه. واطيرا.